بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل طريقة فطاير إن شاء الله تعجبكم، وهي سهلة وبسيطة ومفيهاش أي تعقيد. هنا المكونات، أنا عندي هنا كيلو دقيق جميع الاستخدامات، ومعلقتين كبار خميرة، ومعلقة ملح، وثلاث معالق سكر كبار اهو، تمام، وكيس بيكنج باودر. بنقلب كل المواد الجافة مع بعض. وهنا هنحتاج كوباية ونص زيت، وكوبايتين كبار من اللي هما الزبادي، كوبايتين كبار. هنا حطينا الكوباية ونص زيت، بنقلبهم لحد ما يمتزجوا خالص، يمتزجوا مع بعض. وكله هنا على البارد. الحشوة دي بقى أو الفطاير دي نحشيها أي حاجة عندنا في التلاجة. كنت عاملة قبل كده اللي هي الشكشوكة، اللي هي الطماطم والفلفل بالبيض، ممكن نحشيها بيها. ممكن لو عندك بسطرمة، لو عندك لانشون، شرايح طماطم وفلفل أخضر، أي حشوة عندك، جبن، ميكس جبن، أي حاجة عندك تحشيها، نوتيلا. فاحنا هنعملها مع بعض ونشوفوا ايه النتيجة بإذن الله. وده منظر العجينة. أنا كده لميتها بكوباية، هي أخدت مني كوباية ونص مية، وخدت مني معلقتين زيت كمان عشان تطلع بالشكل ده. فأخدت معلقتين مني زيت، وأخدت كوباية ونص مية. فأنت ممكن على حسب نوع الدقيق اللي عندك، ممكن تستعملي أكتر من كده، تستخدمي فيها أكتر من كده مية، تقللي، المهم تحطيها حبة بحبة صغيرين. ميزة العجينة دي بقى بتتعمل بسرعة، يعني ما بتستناش إنها تتخمر أو تستنى ساعة أو ساعتين، لا هي بتتقطع بسرعة. ودي هتعمل معانا إن شاء الله بإذن الله، هتعمل 22 قطعة. كيلو دي هيعمل 22 قطعة. أنا هنا خدت نص العجينة وهقسمها لقطع. دي هنا هتبقى 6 قطع، هنقسمها على 6 قطع كده. قسمناها، هنكور كل واحدة بقى. هنا كورناهم، وهنفرد كل واحدة تحتيها حبة زيت صغيرة، وهنحشيها بقى بالطماطم والفلفل والبيض اللي احنا عملناه، اللي هي الشكشوكة دي. هنا حشيتها الشكشوكة، وهنا واحدة مقفولة. هنحط الجزء اللي هو تحت ده على الطاسة على طول. هنا الطاسة دهنينها بحبة زيت، فرشة كده بالزيت. بس ده كان منظرها، هي بس مجرد انها تاخد لون من تحت وبنقلبها. وده شكلها بعد ما طلعت. اتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وبألف صحة وعافية يا رب. لو في اي تعليق عليها ممكن تقولوا لي في الكومنتات. اشكركم.